تبين عيونك تصير أكبر ومسحوبة أكثر؟ بس مبتدئة وما تعرفين بالمكياج، تحسبين بأدوات مكياج اقتصادية، ما تقدرين تسوين ميكاب احترافي وثابت؟ لا يفوتك هالشرح وخليك معي خطوة بخطوة. يلا نبدأ. كونسيلر فوريفر 52، مع إنه اقتصادي بس والله ينافس كثير من البراندات الفخمة. بادرة التثبيت من فوريفر 52، سعرها مرة حلو واقتصادية، والأحلى إنها تثبت المكياج بشكل مرة حلو حتى مع جو الخليج الحار والرطب. الظلال اللي استخدمتها من براند بيوتشر ميكاب، بس عادي مرة تستخدمون أي ظلال عندكم، أهم شيء تكون البكمنت فيها حلو وواضح. بالنسبة للظل الأسود، أنا استخدمت باليت تارت، لأن بصراحة عندهم أسود عميق ومميز مرة، يعطي نتيجة فخمة وواضحة. يا حبايبي، تجهيز الفيديوهات ياخذ مني وقت وطاقة مرة كثير، فلا تبخلون علي باللايك والاشتراك، دعمكم يعطيني طاقة يكمل لكم أكثر. برجع أحط شوي أبيض على منطقة الكريس عشان الألوان تطلع أوضح وأبرز. استخدموا آيلاينر ضد الموية مع فرشة مرة رفيعة ودقيقة، وارسموا الخط بس في الأماكن اللي تحتاج، نفس ما أسوي أنا. بحط شوي ظل أسود على الزاوية الخارجية من الجفن عشان يطلع التدرج أدمج وأنعم شوي. نظفوا تحت العين بموية ميسلار عشان تشيلون أي بودرة ظل طاحت وقت ما كنا ندمج الظلال. هالكريم من لوريال خلاص كلكم عارفين إنه من المفضلين عندي، سعره اقتصادي بس جودته صراحة بمستوى المنتجات الفخمة. باستخدام بيوتي بلندر رطبة، ثبتوا البودرة على كامل الوجه لأنها تساعد بودرة التثبيت تندمج وتثبت على البشرة بشكل أحلى وأنعم. وصلنا لأهم خطوة في الميك اب. تخيلوا خط الموية داخل العين مقسوم قسمين، من جهة الزاوية الداخلية حطوا أسود، ومن جهة الزاوية الخارجية حطوا قلم أبيض. الحين تحت الجزء اللي حطينا فيه القلم الأبيض ارسموا بالقلم الأسود خط مرة رفيعة وخفيف. بفرشة صغيرة ونظيفة ادمجوا القلم الأسود اللي تحت العين بخفة لين يصير ناعم ومموه. الحين نشتغل تحت العين بظل بني، بس لا تكثرون منه عشان ما يعطي تحت العين شكل غائر أو أغمق من اللازم. عشان نخلي ظل تحت العين أنعم ومرتب، خذوا شوي من البانكيك الغامق وادمجوا فيه خط الظل البني بخفة. يا بنات، تركيب الرموش مو صعب لهالدرجة، بس يبغاله شوية تمرين. طالعوا بالمراية على طول وثبتوا الرمش بدقة نفس ما أسوي أنا. وهذه هي تكنيك العيون الكبيرة والمسحوبة، جربوها واستمتعوا بالنتيجة.